النادي الاهلي، ومش مش عارف اقولها دلوقتي ولا لا، لكن بقى في قبول في النادي الاهلي ان لو جه عرض قوي لامام عاشور النادي الاهلي هيوافق. شوفوا بقى، يعني انا كنت بقول لكم قبل كده النادي الاهلي امام لعيب مهم جدا ولعيب جامد جدا ولعيب الاهلي عمره ما هيستغنى عنه. دلوقتي والكلام ده مش معلن، خلي بالكم الكلام اللي انا بتكلمه ده مش معلن، يعني ما حدش في النادي الاهلي بيطلع يقوله، بس انا من مصادرنا داخل النادي الاهلي انا بقول لكم انا عارف اللي بيدور يعني في الغرف المغلقه او الناس بتتكلم او بتفكر ازاي. فبقى في قبول ان لو جه عرض مالي قوي لشراء امام عاشور النادي الاهلي مش هيرفض. واللي عمل كده امام عاشور، اللي عمل كده امام عاشور. ليه؟ ان امام عاشور مستواه مش كويس الفتره اللي فاتت، دخل في مشاكل كتير الفتره اللي فاتت سواء داخل النادي الاهلي او خارج النادي الاهلي، مش مركز بنسبه 100%.